حلو قوي انك بادئه بكلامك بان انت بتقول انها رحله، لانها هي فعلا رحله بتبدا بخطوات بسيطه وبتتطور مع الوقت. طيب اول حاجه، اقبلي نفسك زي ما هي. ده على فكره قرار جواك ان انا هقبل نفسي زي ما هي، بعيوبها، بشكلي، باخطائي، بكل حاجه. فدي اول حاجه. تاني حاجه، اعرفي ان كل واحد جواه مميزات مش عند اي حد تاني. وده على فكره كلام البوزيتيف سايكولوجي، علم النفس الايجابي، بيقول كده ان كل شخص عنده زي ما هو عنده بصمه كده، عنده بصمه في الترانس بوينتس، في نقط القوه اللي عنده. فدي حاولي تشتغلي عليها وتمارسيها بشكل كتير يعني. والحاجه الثالثه، تقبلي انك تغلطي، وتقبلي انك بتعملي حاجات غلط. فبلاش. اكتر حاجه بتؤذي في حب النفس هو جلد الذات. فقرري ان انت تقبلي نفسك، ركزي على نقط قوتك، وبلاش جلد الذات، وتقبلي انك تغلطي عادي زي اي حد.